السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم يا البنات واحد الكيكه غزاله جديده، نتمنى انكم تجربوها. زوينه لا شكلا ولا مذاقا. مقادير بساطه البنات كي ديما، ما غاديش نجرو الشاريو، غادي داكشي اللي عندنا في الدار غادي نقادو به قوتي طرطق. المهم حتى البنات هاد لاصوص هادي راه مقاداها في الدار، كتجي لذيذه البنات، ساهله وبسيطه. ما غاديش نشاركها معكم في هذا الفيديو هذا باش ما يجيش طويل، خليتها لكم حتى الفيديو اخر. غير المهم البنات راه كتجي زوينه، جربوها. لاحظتها جربوها. ما تنسونيش من لايك البنات، الله يجازيكم بخير، والبارطاج الفيديو الى عجبكم بالطبع. وما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. وعلى بركه الله غادي ناخذ واحد 3 البيضات يكونوا بحراره المطبخ. ديما البنات البيض والحليب يكون بحراره المطبخ باش تجينا واحد النتيجه مزيانه. غادي ناخذ كذلك واحد نص كاس ديال سنيده، غادي نخلطوه مع المكونات اللي عندنا. نص كاس البنات فقط كافي. غادي نزينوا الكيكه ديالنا بشويه ديال التفاح معسل باش ما تجيناش الكيكه ديالنا حلوه بزاف. وغادي نديروا واحد الساشيه ديال فاني. ممكن انكم تنسموا البنات باش ما بغيتو، ولا متوفر عندكم بالطبع يا القشور ديال البرتقال يا القشور ديال الحامض، حتى هما كيجيو زوينين. انا صراحه كنفضلهم على الفاني، غير ما متوفرينش عندي. وواحد معلقه صغيره ديال الخل، قبيصه ديال الملح. وغادي نطربوا المكونات عندنا، نطربوا البيض مع سنيده غير تيذوبوا، وكلشي بالطراب اليدوي فقط. ما غاديش ماشي ضروري نستعملوا الطراب الكهربائي، وإلا بغيتو دوزوهم في مولينيكس في الطراب ديال الطراب الكهربائي بالطبع. غير تيتجانس الخليط صافي. ونكملوا المكونات ديالنا عادي. غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب البنات، بالضبط واحد الكاس الا صباع جديده هذه تاع الا صباع. المهم كاس الحليب ما عامرش. وغادي نبدا تنطرب. وواحد نص كاس البنات ديال الزيت، تكون فيه معلقه ديال الزبده دايبه. الا متوفره ما متوفرش ماشي مشكل. ونطرب المكونات اللي عندي مزيان حتى يتجانسوا مزيان البنات، والخليط يتبدل اللون ديالو كيف كتشوفوا هنايا. وبالنسبه للدقيق البنات غادي نحتاج انا هنايا 2 كيسان ديال الدقيق بكاس ديال العنبه الشهير. غير هو البنات راه انا ماشي ديما كنقول لكم راه العباره ديال الدقيق على حساب الخليط. علاش؟ انا البيض اختي كيكون مرات يكون كبير مرات يكون صغير، الا الا كنتي عابره البيض كان معبور. اما الا كنتي دايره الحبه ديال البيض كيف كنستعملوه، فراه ما يمكنش غادي ناخذوا نفس القياس ديال الدقيق. ممكن تكوني انت زايده 2 معالق ولا ناقصه 2 معالق على القياس اللي انا درت. المهم تقريبا 2 كيسان ديال الدقيق هو اللي غتهز معايا هاد الكيكه. ما نساوش البنات واحد 2 خمارات، نسيت ما ذكرتهمش. وغادي ناخذ البنات واحد شويه ديال الكركاع مع شويه ديال الزبيب، غادي نقطعهم طريفات صغيورين. ونضيف لهم واحد المعلقه ديال الدقيق غير باش ما يزدوش لينا المكسرات ديالنا القاع ديال الكيكه. ونضيفهم البنات للخليط ديالنا. وغادي ناخذ واحد المول اللي يكون مستطيل، ندهنو بشويه ديال الزبده ونغبرو بالدقيق. من الاحسن البنات ديما دهنوا المول، واخا ما يكونش تيلصق. انا كنفضل انه من نتفادى انني نضرب تماره وفي الاخر نلقى الكيكه لصقات ليا من شي بلاصه. صراحه هذا المول ما كيلصقش، ولكن ديما كندهنوا من الاحسن. ديما البنات الا بغيت نخوي الخليط ديال الكيكه ديما نعلي شويه بحال هكذا بهذه الطريقه باش كتجينا الكيكه مهويه من الداخل وكتجي مفركه. وللتزيين غادي ناخذ شويه داكشي اللي بقى ليا ديال اللوز، عفوا ديال الكركاع والزبيب، غادي نزوق به من الفوق. ونضيف شويه ديال اللوز افيلي. هادشي كله تزيين، والتزيين كيبقى اختياري
على حسب الموجود وعلى حسب الذوق. وندخلوا الكيكه للفران اللي نكونوا مسخنينه من قبل على درجه الحراره تكون متوسطه، 180 حتى ل 200 درجه الحراره على حسب الفران ديالك. وغادي نخليوها تقريبا واحد ثلث ساعه حتى ل 25 دقيقه. وفي هذه الاثناء البنات غادي ناخذوا واحد جوج تفاحات، غادي نقطعوهم طريفات صغيورين، وناخذ واحد الكاسرونه نديرها على النار وندير فيها معلقه ديال الزبده. البنات الزبده الا كانت ديال العبار كان احسن، كتجي لذيذه. ما كانتش متوفره ماشي مشكل، غير ديال البواطه راه في الكفايه. غادي نخليو ديك الزبيده حتى تذوب ونضيفوا ليها التفاح، نحركو واحد شويه غير بدا كيطيح لينا التفاح، نضيفوا ليه واحد المعلقه ديال سكر سنيده وواحد شويه ديال ضفت لي انا شويه ديال الزبيب والكركاع الا كان متوفر صافي. ونحيدوه واحد شويه واحد جوج دقائق ونحيدوه على النار نخليوها تبرد. نخليو الكيكه ديالنا تتبرد واحد شويه، عاد نحيدوها من المول ونزينوها بالتفاح اللي عسلنا. واحد الريحه البنات خارجه من الكيكه عرفتي لذيذه لذيذه بزاف. جربوها والله ما تندموا عليها البنات، كتجي زوينه زوينه واقتصاديه، ماشي ما فيهاش شي حاجه. واخا تسمعوا اللوز والكركاع راه غير واحد شويه، راه ماشي شي حاجه كثيره. غير ملي كتبقى ليا شي شويه ديال الكركاع كان تندير فيها بطله، وكنقول راني درت الكيكه فيها الكركاع ولا راه كندير واحد الكميه قليله. البنات واخا تشوفوا التفاح كنحط فيه يعني وشويه باش ما يطيحش، راه غير كتدخل الثلاجه وكندير عليها هاد لاصوص كراميل صافي وكتزقى في بلاصتها ما كيبقاش كيطيح. كتولي كتقطعي المورسو وكيبقى داك التفاح كيبقى لاصق فيه. حتى الصوص كراميل البنات راه كتجي زوينه احسن من اللي كناخذوا جاهزه. والله العظيم البنات لا احسن منها بألف مره. شي حاجه كديريها بيديك ها وحده ثانيه كتجي لذيذه على ديال اللي كناخذوا جاهزه. والتزيين البنات راه كيبقى على حسب الرغبه وعلى حسب داكشي اللي موجود عندنا في الدار كنزينوا به. هاد الكيكه البنات راه ممكن بلا ما نضيفوش ليها لا تفاح لا والو، غير ندهنوها بشويه ديال الكونفيتور ولا شويه ديال العسل، وها هي صراحه موجوده لذيذه بلا هادشي كله. انا غير كاين عندي التفاح وقلت ولي مالا ندير شي حاجه زوينه. بناتي كيحماقوا على هاد النوع ديال لي كيك. وما بقى ليا الا نقول لكم شكرا بزاف البنات اللي تبعوني من كملوا الفيديو من الاول حتى الاخر. كنتمنى انكم ما تنسونيش من لي لايك والبارطاج الفيديو الى عجبكم بالطبع. ومع السلامه.